رمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم النهارده في فيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله وينور رضاكم. بس في بداية الفيديو كده ما تنسيش تعملي لايك وكومنت زي العسل زيك، ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف احنا هنعمل ايه في الفيديو بتاعنا النهارده وكنا فين. بصوا، هو الفيديو فيه حاجات كتير حلوه هيعجبكم ان شاء الله. تعالوا بينا اقول لكم انا هنا كنت فين. انا هنا كنت في العتبه، في بقى ناس هناك بتبيع حاجات في العتبة لسه ب10 وب15 والحاجات دي. والله لما بنشوفها بنحس ان لسه الدنيا فيها خير يعني. تعبنا من الاسعار العالية والغالية والكلام ده. زي ما قلت لكم دايما يعني شعارنا هنا في القناة من اول ما فتحت: تسعدي نفسك بنفسك. بتسعدي نفسك باقل حاجة، حتى لو كانت بسيطة زي كده بتجددي بيها وبتسعدك وبتغير من مودك ومود البيت والكلام ده كله. مش شرط تكون الحاجة براند قوي وغالية والكلام ده علشان تساعدنا، لا والله زي ما انتوا شايفين كده. وفي حاجات ب10 جنيه وب15 جنيه وجميلة وبرضو ايه، حلوة يعني. بصوا هنا في كوبايات اللي هي البلاستيك، وفي منظمات، وفي اطباق التسالي دي، وفي في حاجات كتير، في فوط كمان بتاعة المطبخ دي اللي هي الميكروفايبر والقطيفة، وفي اطباق وفي بول وفي منظمات. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، دي فرشة اللي هي الديسبنسر، وعنده حبال كمان. بصوا انا عايزة اقول لكم ده كان في الموسكي، في اماكن كتير برضو فيها ناس زي كده يعني. احنا مشينا شارع طويل قوي في الحاجات دي كتير يعني. وفي كمان بتبقى حاجات ارخص من كده يعني. انا جبت البخاخة اللي هي الخضرة اللي عنده دي، جبتها شكل تاني من مكان تاني، جبتها ب5 جنيه. الصواني دي الصواني دي كانت ب10 جنيه او ب15 تقريبا، لا كانت ب10. دي معلقة زلابية وسبونجات بقى، والصواني دي كانت ب5 جنيه. انتوا متصورين الاسعار؟ كانت حلوه قوي بصراحه، وكان فلوج حلو كده، بنطلع نشم هوا ونشوف اسعار جديده واشكال جميله وبنرجع يعني. حتى لو مجبتش حاجات كتير قوي بس حلوين والله. بصوا بقى العتبة دي فيها كل حاجة تتخيلوها. بصوا شكل الكاسات دي روعة 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 بجد. عايزة اقول لكم اي 6 كاسات في دول كانوا تقريبا عاملين 75 85 جنيه، اللي هو مش حاجة يعني، مش حاجة بالنسبة للغلا اللي احنا فيه دلوقتي. وكمان بالنسبة للأشكال الجميلة اللي يعني نازلة بأشكال حلوة، مش مثلا شكل اللي هو عادي عشان نقول ده هو عشان عادي فرخيص، لا والله السعر حلو والأشكال جميلة. أما الطقومة دي بصراحة نسيت أسأل عليها، بس شكلها حلو زي ما انتوا شايفين. فيها دورق كده، و6 كاسات و6 كوبايات صغيرة. بصراحة شكلهم حلو قوي. طبعا شفنا حاجات كتير قوي في العتبة وما كنتش لوحدي، بس مش هقدر ان انا اصور كل ده يعني. وطبعا كان فلوج حلو قوي. ده كان تاني يوم نزلت حلوان. في حلوان طبعا في حاجات حلوة قوي برضو نفس الاسعار تقريبا، او يعني لو اغلى حاجة بسيطة قوي 2 جنيه ولا 3 جنيه كده. فبصراحة كان برضو لقيت فيها حاجات حلوة قوي قوي. وحاجة رمضان بقى، وما صورتش بقى عند بتاع البلاستيكات اللي بجيب منه. هو طبعا يعني عامل عنده حاجات كتير قوي، بس انا عشان صورت في العتبة فما رضيتش ان انا اطول عليكم الفيديو. بس بصراحة كانت الاجواء حلوة قوي قوي قوي، واغاني رمضان بقى وكده. فكان نفسي ان انا اعيشكم معايا الاجواء دي، فاسيبكم دلوقتي يعني تحسوا كده باحساس بسيط من اللي انا عشته في الاجواء دي، وهرجع اكمل معاكم كلام. وخلاص بقى كده خلصنا الفلوج بتاعنا وخلصنا الخروجه بتاعتنا، وجبنا الحاجه اللي احنا محتاجينها وناقصانا بس كده، وروحنا بالسلامه. عايزه اقول لكم كانت الاجواء حلوه قوي قوي قوي. كل سنه وانتم طيبين. بس بقى كده تعالوا بقى هقول لكم انا اشتريت ايه من الحاجات اللي ناقصاني. وطبعا انا عارفه ان انتوا زهقتوا مني بلاستيكات والحاجات دي، بس بجد المنظمات دي والله العظيم بتبقى تحفه في البيت وبتنفع جدا. المنظمات بقى والحاجات البلاستيك كلها، البلاستيكات دي عموما
بتنفع يعني. انا ما بجيبش حاجه زياده وما بجيبش حاجه عندي، يعني البيول دي مش عندي، المنظم اللي انا وريته لكم اللي هو الجزئين ده مش عندي. والبخاخه طبعا دي بتنفع في اي وقت، يعني تعملي فيها ميه بخل كده تبقى يعني مطهر، تحطي فيها ديتول معتر، بتنفع في كل حاجه بصراحه. والبيول دي حلوه قوي لو عندك طفل مثلا، ممكن تحطي له اكل فيها او اي حاجه، تحطي فشار حتى هي صغيره بس برضو يعني تنفع للاطفال، بدل مثلا ما تديهم حاجه ازاز لا قدر الله تقع منهم او كده. وطبعا المنظم ده كمان ده بتحطي فيه بقى رز مكرونه الحاجات دي، فحلو قوي بينفع جدا. جايبالي الشعريه ولسان عصفور، بينفعني بصراحه، بالاخص ان هو فيه مكيال كمان. اما بقى الكوبايتين دول مش انا اللي جايباهم، انا كانت صاحبتي معايا في العتبه، ولما عجبوني هي اللي جابتهم لي وصممت ان هي اللي تجيبهم يعني. فبشكرها جدا على الهديه الجميله دي، ربنا يقدرني واجيب لها هديه رقيقه زيها كده. بس كده شكلهم حلو قوي. وكمان جبت البلاستر ده بصراحه بينفع في اي حاجه. البقره دي كانت ب10 جنيه. بصوا انا عايزه اقول لكم اي حاجه في العتبه كانت حلوه قوي ورخيصه وسعرها حلو بصراحه. وكمان في حلوان زي ما قلت لكم الاسعار نفس الموضوع. بصوا المغناطيس اللي هو بتاع التلاجة ده، الاشكال الرمضانيه دي برضو كانت ب10 جنيه، وكانت برضو في العتبه ب10 جنيه. انا جبت واحده من العتبه فلقيتها قليله، يعني لقيتها مش هيكفي فجبت وانا جايه 10، يعني جبت كمان واحده من حلوان. وكمان جبت المقص ده. المقص ده كان يعني ب45 جنيه في العتبة. أحلى حاجة فيها فصال وكده. فضل يفاصل معايا لحد ما قال لي 35، خدته ب25، شكله تحفة جدا. ب25 ده سعر كويس جدا برضو، هو مقص يعني نوع حلو يعني، وكان حامي وكده يعني. بس كده. وجبت ايه تاني؟ شايفين الباسكت ده؟ الباسكت ده كنا بنجيب حاجات، جبنا حاجات كتير اوي من الراجل بتاع البلاستيكات، فراح مدينا ده كده يعني. كان بيبيعه ب5 جنيه، ادانا 2، انا واحد واختي واحد. والصواني دي كنت جايبه واحده، وبعدين قلت لا بقى يعني لما ولاد اختي يجوا اقدم لهم عليها اكل وكده، فجبت واحده كمان. الواحده برضو كانت ب5 جنيه، مش غاليه خالص، دي جايبها من حلوان مش من العتبه. كان في العتبه منها بس ما كانش نفس النوع، النوع ده احسن. فجبت 2 كده، شكلهم حلو قوي وكيوت وجمال قوي، مش شرط ليهم بس انا ممكن استعملهم انا كمان. وكمان جبت الشفشق ده واختي جابت زيه، شكله حلو قوي مربع، حتى لو يعني انا عندي بس هو شكله عجبني، اللي هو المربع ده ما عنديش منه، شكله حلو قوي وكمان الكواليتي بتاعه كان كويس. جبت جبنا كمان علب الفشار دي حلوة قوي. بصوا جبت شكلين كده منهم، الصيف بقى والسهر وكده. على فكرة صيف او شتاء، هي الفشار بيتعمل في اي فصل من الفصول. فجبت المهم الاتنين دول، قلت اقدم فيهم احسن ما اقدم في اطباق بلاستيك او مثلا اي منظمات تانية او الكلام ده، فدول شكلهم حلو قوي. وجبت كمان الشماعة دي، شكلها حلو قوي وكان نفسي فيها بصراحة، مش انا اللي جايباها، دي اختي هي اللي جايباها لي. ف ربنا يخليها لي. هما بصراحة احنا كلنا كده انا واخواتي لما بنشوف حاجة عجبانا بنحاول على قد ما نقدر نساعد بعض يعني. ربنا يبارك لي فيهم ان شاء الله. بس فدي جبناها من رنين، ما جبناهاش من، يعني انا لقيتها في العتبة ب25 جنيه، جبتها من رنين ب30، بس الفرق ان الهوك كان لون مختلف غير لون الشماعة نفسها. بس كده شايفين بقى، دي الحاجة اللي انا جبتها. قولي بقى ايه رأيكم في الحاجة، وايه اكتر حاجة عجبتكم. وخلاص بقى متهيألي مش هشتري بلاستيكات تاني بقى. قلت بقى بالمرة كده يعني اجهز لكم الفيديو من كل حاجة عشان ما اتأخرش عليكم. كانت اختي عندي فقلت لها لا ساعديني في تصوير الفيديو ده بقى، وان احنا كمان نعمل اجواء رمضان علشان ولادها وكده. ما عملناش اصلا حاجات كتيره خالص، انت ممكن تعملي اقل حاجه وابسط حاجه تسعد اطفالك كده وتحسسهم باجواء رمضان والكلام ده يعني. طبعا احنا يعني السنه دي صعبه قوي علينا غير كل سنه بسبب يعني فقداننا لأبي وكده. بس بصراحة يعني مهما عملنا مش تبقى، مفيش فرحة اصلا خلاص يعني. بس طبعا الاطفال ما ذنبهاش حاجة، وانا بصراحة بحبهم جدا يعني. ولاد اختي دول ولادي مش ولاد اختي. فقلت بقى ان انا اساعدهم وافرحهم كده. اقسم بالله انا ما كنت ناويه ان انا اطلع الزينه دي اصلا السنه دي خالص، ولا ان انا استعملها اساسا، بس انا قلت عشانهم برضو. وطبعا كل ده كنت اغلبيته بحطه في الصاله، بس لا قلت بقى احطه في الغرفه كده عشانهم، لان انا مش محتاجه يعني، النفسيه مش مهيئه لان احط كل ده في الصاله يعني.
مش فارق معايا خالص. بس قلت ان انا افرحهم كده، يعني انتوا ما تعرفوش هم كانوا فرحانين ازاي اصلا اليوم ده واحنا بنعمل كده. بصوا عملت حاجات بسيطه خالص. شريط الزينه ده اللي انا كنت اسنان وسطين معاكم من سنتين تقريبا، عملته كده. وكمان الشريط ده انا اصلا ده بس هو واحد فحطيته هنا. وكمان حطينا شريط الليد ده. هشغله دلوقتي واوريكم شكله. بصوا كان حلو قوي، عملت لهم اجواء كويسه يعني في الاوضه كده، لان هم اصلا بيقعدوا في الاوضه دي. بصوا بقى لما النور اتطفى كده، كانوا طافيين النور بقى ومبسوطين بالاضاءه وكده. بس حاولي ان انت تسعدي طفلك ولو بابسط حاجه. طبعا مش عملنا في الاوضه دي بس، انا كمان عملت في الصاله حاجه بسيطه ورقيقه كده. هوريكم عملت فيها ايه. الشريط اللي انا وريته لكم الليد اللي هو اللمض الصغيره ده، انا عايزه اقول لكم كمان ان احنا كنا مشغلين اغاني رمضان على الكمبيوتر هنا، وكنت يعني عامله لهم اجواء حلوه كده ان هي تسعدهم يعني. بس كده دي كانت الأوضة دي. طلعنا بقى للصالة برا، قلنا نظبطها كده. فاول حاجه هنعملها الارج ده، لانه كان مطرب قوي وكان بقالي فتره ما جيتش جنبه اساسا. فهنلمع بقى الراوتر والارج، وهنبتدي ان احنا ننضف الدنيا. بصوا ده استعدادي بقى لشهر رمضان في شقتي كلها، علشان ما بقاش زي ما قلت لكم في رمضان يعني شايله هم تراب او هم ان انا اعمل حاجه، لا ابقى رايقه كده وحاسه بطاقه ايجابيه وان انا قادره اتنفس. انا بجد التراب في اي حته في البيت بيخليني مخنوقه كده، حاسه مش قادره اتنفس. بس فلما بتنضفي بتشيلي التراب بقى وبتبقي ملمعه الشقه كلها كده، لا انتي مرتاحه نفسيا. ما وركيش اي حاجه، يا دوب بتعملي اكلك بس او تفطري عند مامتك او عند حماتك وخلاص على كده. طبعا احنا وقفنا الكاميرا نضفنا الارج ده كويس جدا جدا، وكمان المفرش ده وكده. يعني هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. هنجيب الجلانس، جلانس فريدة ده قمر قمر قمر، ريحته حلوة قوي وكمان بيلمع زي اي جلانس على فكرة. مفيش فرق، انا قلت لكم قبل كده مفيش فرق بينه وبين اي جلانس تاني. بس بصراحة هو حلو، اي جلانس بقى بيلمع اي حاجة معاكي. ازاز، وساعات والله بعمل بيه الخشب، يعني بعمل بيه كل حاجة. بصوا بقى الفانوس ده، مش عارفه اقول لكم ايه عليه بصراحه. انا كنت ولا ما كنتش في دماغي خالص، ولقيت بقى جوزي جابولي كده. يعني مش عارفه، انا مش طفله بس هو حب يفرحني ربنا يسعده، فجابولي. شكله حلو قوي قوي. كان طبعا بيغني بس منه ما ينفعش اشغل الاغاني دي عشان حقوق الطبع والنشر. شكله كان حلو قوي، وكمان ده كان عندي برضو. بصوا بقى الشكل، ما شاء الله. الاجواء جميله قوي، كل سنه وانتم طيبين وشكلهم حلو يعني. بس كده فخلصنا بقى الارج كده ونضفناه. هنعمل كمان ترابيزه الانتريه دي. بصوا الطفايه دي كانت على الارج فوق، عشان انا مش بستعملها اصلا، فكنت احطها جنب الفازه بتاعتها. فشلت بقى الفازه وحطيت بقى الفوانيس زي ما انتوا شفتوا. هنزل بقى، هتشوفوا انا هعمل ايه دلوقتي. فطبعا هي اللي كان اختي هي اللي كانت بتعمل كده، ربنا يكرمها يا رب ويديها الصحه. بصراحه انا كنت تعبانه قوي يعني استغلتها اسوأ استغلال بصراحه. بس ربنا يكرمها ويديها الصحة ويبارك لها في أولادها يا رب. بصوا هنا هي عملت ايه. نضفت الأول التراب ده. انا بستعمل اي قماشة كده قطن ان انا لمع بيها التراب، وبعد كده بمسك بقى الفوطة، يعني بس بنستعمل الفوطة. واحط بقى الجلانس وابتدي بقى ان انا اشتغل بيها. عايزه اقول لكم الصاله كانت حلوه قوي قوي، ونطفت كده وبقت ايه، جاهزه لاستقبال رمضان ان شاء الله. بصوا احنا كده خلصت الترابيزه كده، نبتدي بقى نلمع الفازه دي. هو ده كان طقم على بعضه. ف لمعنا دي كده وهحطها بقى على الترابيزه لحد العيد ان شاء الله، وهشيلها وهنحط حاجات تانية. هتشوفوا معايا كل حاجه ان شاء الله، بس ربنا يقدرني كده واحاول ان انا ما اغيبش عنكم واصور فيديوهات. بس ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت زي العسل زيكم، عشان دي بجد حاجه بتساعدني جدا وبتدعمني كمان ان انا يعني اصور واستمر. بس كده حطينا دول جنب بعض كده. وفرع الورد ده كان شكله حلو قوي بصراحه. يا لهوي ده غالي جدا، من ساعه ما اتجوزت من كام سنه ما كانش غالي قوي كده. كل حاجه طبعا غليت. بصوا بقى شكل الترابيزه رقت كده، وكل الكراكيب اللي عليها اتشالت والارج. هنا بقى ما حبيتش ان انا اشغلكم خالص بكل اللي انا عملته، لان يعني فرع النور اللي هو الليد ده خد مني وقت طويل على ما علقناه بالشكل ده. وحطيت فرع الزينه ده بس كده وخلاص. دي كانت الصولة. بصوا خلصت معايا بقى وكانت قمر.
وطبعا ما نسيناش ركن الصلاه اللي هو ما نستغناش عنه ولا في رمضان ولا في غير رمضان. بس كده ده كان الفيديو معايا، كل سنه وانتم طيبين. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.